وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى سكان منطقة سوالم الطريفية. اليوم كانت عندنا الدورة اللي كتناقش ثلاثة ديال النقط. النقط الأول وهو رفع ملتمس لوزير التجهيز والماء من أجل الصيانة ووضع علامة تشوير بالطريق الوطنية رقم 1 على جماعة سوالم الطريفية، ورقم 314 ورقم 3603 والطريق الجهوية رقم 320. كنتمناو أن في هذا الملتمس هذا غادي تكونوا علامات انتباه وعلامات تشوير وعلامات تحديد السرعة قرب المدارس، وكنتمناو كذلك باش نصلحوا هذا المشكل اللي كاين في الكروازمه ديال ولاد نازا اللي هو واحد الملتقى خطير بزاف كيوقعوا فيه حوادث خايبه، لانه كاين ارتباك ما بين السائقين. كاين السائقين اللي كيحسبوها داخل المدار الحضاري، وعلى هذا الاساس كيمشيو على الاسبقيه الملمن، وكاين بعض السائقين اللي كيحسبوها تابعه للمدار القروي واللي كتولي كبيره في صغيره. لهذا خاصنا نديروا واحد علامات التشوير اللي غادي نحاولوا باش تكون واحد الشراكه، حيت هي الحدود ما بيننا وما بين البلديه ديال حد سوالم. غادي نديروا واحد الاتفاقيه ان شاء الله ما بيننا وما بين البلديه ديال حد سوالم باش نخرجوا يا اما برون بوين يا اما بعلامات بحال الضوء الاحمر ولكن على شكل دور الاضواء الليمونيه. المهم غادي نشوفوا مع البلديه ونشوفوا مع وزاره التجهيز ونخرجوا بشي حل اللي يحمي سلامه المواطنين. هذا صوت عليه المجلس بالاجماع. بالنسبه للنقطه الثانيه كانت احداث مؤسسه ديال التعليم بدوار الخليف، وهذا غادي يتقدم فيه واحد الملتمس لسياده العامل، وبطبيعه الحال بكل ترحيب وبكل صدر رحب المجلس وافق بالاجماع. اما بخصوص الماده 3 واللي هي اتفاقيه شراكه بين اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه لاقليم برشيد جماعه سوالم الطريفيه وجمعيه البراهمه للنقل المدرسي سوالم الطريفيه من اجل اقتناء حافله للنقل المدرسي. هذا النقل المدرسي كان عندنا فيه مشكل. المشكل الاول هو انه ملي جينا لقينا هذه الاتفاقيه مديوره ما بين الجماعه وما بين الجمعيه وما بين التنميه، ولكن المشكل هو ما كاين لا دفتر تحملات اللي كي يوصف فيه الشكل ديال الحاله الميكانيكيه ديال هذه السياره اللي غتحمل هذا التلامذ، وما كيحدوش حتى العدد ديال التلامذ. ما كاين فيه حتى واحد التكوين لهذاك السائق كيفاش يتعامل مع التلاميذ في حدوث اي مشكل ولا كذا، كيفاش يتعامل معهم. ما عنده حتى شي تكوين. ما هو لابس واحد الزي اللي هو محدد. ما كاينين شي كاميرات ديال المراقبه داخل الحافله اللي يحميو لينا وليداتنا. يعني كيجيونا اباء كيتشكاو كيقول لك الشيفور ما بغاش يهز ليا ولدي، او الشيفور وقف وهبط ليا ولدي وسط الطريق. هذه مشاكل خايبه. كاين عندنا عاود ثاني بعض المشاكل اللي كنلقاو بان هذه الجمعيه هذه او اصحاب الحافلات ما بغاوش يمدوا طريق يزيدوا مثلا واحد نص كيلومتر ولا 500 متر ولا كيلومتر باش يجمعوا التلاميذ. هما فارضين واحد النقطه وما باغينش يتساعدوا مع التلاميذ. اذا هاد الناس هادو الا كنا غادي نعطيوهم الفلوس دي من الجماعه او لا فلوس من التنميه، هذا هو الدور ديالنا. هذا هو حان الوقت باش نقنوا هذا الشيء ونديروا ليه دفتر تحملات ونوضعوا الشروط ديالنا لتحسين نقل ظروف التلميذ. كنأكد وكنعاود نسطر، حنا اللي كيهمنا هو تحسين جودة نقل التلاميذ للمدرسة. بغيناه يكون في احسن خدمه. بغيناهم يعطيونا خدمه مزيانه. حنا غنزيدوهم الفلوس، هما خصهم يزيدوا في الخدمات ديالهم. والحمد لله استطعنا باش ان المجلس كامل يصوت للتأجيل، وإن شاء الله غادي نسمعوا منا ما هو اللي غادي يكون مزيان إن شاء الله للمنطقة
وكنوعدكم بانه وكنطلبوا منكم السماحه، لانه تغيبنا عليكم وما ما درنا والو بزاف ديال الظروف وبزاف ديال العوامل، ولكن ان شاء الله وهذا وعد، احنا من اليوم فصاعدا غادي نديروا المجهود ديالنا باش نحسنوا، لا من جهه الاناره ولا من جهه جمع الازبال ولا من جهه نقل الاسعاف. ان شاء الله ربي يقدرنا باش نوفروا لكم ونوفروا للمواطن السالمي واحد الظروف ديال العيش على الاقل تخفف عليه هذا الغلاء ديال المعيشه اللي كاينه حاليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. عطونا ملي تعطونا الاشاره غندوي. سي محمد هشام بصفتك مستبع للشأن المحلي، بغينا واحد الخلاصه ديال الاطوار ديال الدوره ديال ماي 2023 لجماعه السواره المطرفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر المنابر الاعلاميه اللي حضرت اليوم غطات الدوره ديال ماي بمجلس الجماعي السواره المطرفيه. بحكم الاطوار ديال الدوره تاع اليوم غادي نقول لكم النقاط اللي تناقشت اليوم، وبصفه ديالي كانني متتبع الشأن المحلي. وهذا بالنسبه للنقاط اللي تناقشت اليوم نقاط مهمه بكل صراحه. 3 ديال النقاط. الاولى كتعلق بالطرق، الطريق الاقليمي 3014 والطريق كذلك 3607، يعني تعطى فيهم بزاف ديال الاراء ديال الاخوان. انا نبغي نوضح بعض الامور خصوصا في الطريق الاقليميه 3014، فهي طريق اقليميه تابعه لوزاره التجهيز والنقل، اللي للاسف من بعد الاصلاح ديالها مباشره عرفت واحد الاكتظاظ كبير مما كيخلف لنا حوادث السير. وإلا خدينا الاحصائيات الاخيره مجموعه ديال الوفيات للاسف بكل صراحه بحكم السرعه، بحكم غياب التشوير اللي هو قانوني. لانني اول مره كنشوف بان طريق اقليميه في النص ديالها كاينه ممنوع 18 طن، لا يعقل. مقطع فيها ممنوع 18 طن. وبالنسبه للملتقى اللي قالوا الاخوان السنه الفارطه خلف واحد الحادثه فيها ديال 3 الوفيات، هذه غير حادثه واحده، ناهيك على الحوادث الاخرين 2 3. هذه الطريق دائما معروفه بطريق الموت، فيها بعض الامور خصها تعالج. مؤخرا شفنا ان الاخوان هضروا على الصيانه، طبعا كانت صيانه جزئيه ماشي صيانه كليه. الا مشينا حاليا دابا في الطريق ديال مولي التهامي 3014 كامله راه كتلقى فيها حفاري كبار، ماشي على حفره، راه كتلقى واحد الحفره يعني كبيره بزاف. كانت الصيانه بعض البلايص وبعض البلايص باقي فيهم الخطر. كنتمنوا ان الاخوان ديال المجلس هما داروا واحد ملتمس للوزير ديال التجهيز والنقل. انا كنت نتمنى انه تكون واحد التواصل مع المندوب الجهوي او الاقليمي ديال النقل لان هذه امور سهله جدا باش تصوب. بالنسبه للمدار ديال النواز يعني كان اولى ان الاخوان يرفعوا ملتمس المندوب الاقليمي او الجهوي الدار فيه ملتقى ديال الطرق ليس لكم حق الاسبقيه، لان لي كروازمون اليوم في المجال ديال الطرقات وداك الشيء ما بقاش خدام، ما بقاش كاينه ديال ليس لكم حق الاسبقيه رون بوين هي اللي يعني كتجنب مجموعه ديال الحوادث. بالنسبه للنقطه الثانيه وانا كنسجل حيت سجلت بعض النقاط هنا في الهاتف ديالي، بالنسبه للمخفضات السرعه كاين المشكل ديال المدارس، المدرسه ديال علال الفاسي، مدرسه ديال مولي التامين، مدرسه ديال كروجين، خصو يديروا فيها لي دودان. الاخوان ديال الجمعيات وداك داروا بزاف ديال الوقفات وديال العمل باش يداروا مخفضات ديال السرعه باش يفكوا لنا من المشاكل، حيت بزاف تاع الوليدات داروا حوادث، كاين اللي تهرس، كاين اللي وقع ليه شله ديال الامور، كاين الوليدات اللي ماتوا، وخير دليل هو الوليد اللي كان توفى في كروشين ربما شي عامين هذه. بالنسبه للقضيه ديال احداث مؤسسه بالتعليم الابتدائي بدوار خليف، بكل صراحه انا عندي هنا فين باغي نتكلم، لانه لا يعقل ان المجلس الجماعي كيحط نقطه في المجلس السابق وكيعاودها اليوم بذريعه الطريقه باش تحطت تمشي هي هذه، غير معقوله صاحبي. مجلس الجماعي تبارك الله فيه اطر، فيه منتخبين، فيه كذا، وباقيين ما عارفينش الصياغه كيفاش كيتحطوا النقاط، كيفاش تراسلوا الجهات المعنيه. وهذا الشيء راه وقع حتى في القضيه ديال الوعاء العقاري اللي كاين في دوار الخليف، اننا باقي ما كنعرفوش كيفاش نرفعوا عليه الصيغه الفلاحيه. لا يعقل صح، راه عندك اطر، عندك منتخبين، عندك متتبعين، عندك مجتمع مدني. علاش حنا نتسناو 4 سنين باش نعاودوا الطريقه الصحيحه كيفاش نحطوا النقطه؟ هاد 4 سنين راه كنا نقضيو فيها، كون راه المدرسه دابا كتشتغل حاليا. يعني كنتمنى من المجلس ومن الساده الموظفين ومن الساده المنتخبين ومن المتتبعين اننا ملي نبغيو نديروا شي حاجه نسولوا، نهضروا، نناقشوا باش كلشي الامور تمشي بديك الطريقه اللي خصها تمشي. بالنسبه للقضيه الثالثه واللي هي مهمه اللي هي النقل المدرسي، الاخوان اليوم
يعني بكل صراحه نزلوا بالثقل ديالهم انها باش تاجل هذه النقطه هذه. وبكل صراحه الظروف باش تناقشت النقطه ظروف جيده ومعقوله. النقاط اللي قالوا الاخوان كلها معقوله، لانه لا يعقل اليوم انني كمؤسسه دستوريه، هيئه دستوريه، المجلس الجماعي كنمشي نحط الفلوس وما كنعرفهاش فين كتمشي، وما عنديش شروط ديال الجمعيه اللي غتخلي لك الوليدات كيفاش غيمشيو في السلامه، كيفاش غادي هاد الوليدات اللي انا نعطيك عام مثال بسيط وقيس على ذلك في جامعه تراب جامعه سوان الطريفيه. هو في مولاي التامي دوار خليف، وليد كيحطوه حدا الجامع ديال مولاي التامي، كاين اللي ساكن بعيد من هذيك النقطه لدارهم كيلومتر ونص، وبالله عليك حتى كتجيبو مع 12 ونص تحطو تما، خصو يطلع كيلومتر ونص ويرجع، خاصو يتغدى فيها، خاصو يبدل فيها كتوبته اذا هذا الوليد هذا ما كيرتاحش. ولدرجه ان بعض الاخوان اللي هما بعاد، وهذا الشيء راه حدا الدار ديالنا وانا كنعاينو يوميا، كانوا كيتغداو حدا المسجد. علاش؟ حيت الوقت ما كيكفيهمش، وكيخليو كتوبتهم عندنا حنا، ديال الصباح كيمشي يحطها وياخذ ديال العشيه. وبالله عليك هذه تحسين الظروف ديال الوليدات، هذه من بين الشروط اللي خاص الاخوان ناقشوها، وكنحييهم على النقاش ديالهم اللي كان نقاش مستفيض. والاختلاف لا يفسد في الود قضيه، هذا النقاش صحي هكذا باش كتزيد المجالس، وهكذا نتصنتوا لبعضياتنا باش الامور تقضى، باش الوليدات يستافدوا. واليوم التاجيل ماشي هو ان هاد الاخوان هادو ضد المجلس، حاشا ولله، هما كياكدوا لك، قال لك اودي خص هاد الناس يجيبوا لنا واحد كيتشارج بنود تعديل اتفاقيه، خاصها تكون هادشي. حيت لا يعقل انني اليوم كنعطي، احنا اليوم كنتكلموا على تبديد المال العام وانا كنساهم فيه، كنعطي فلوس وما عارفاش في غاده، لا يعقل. لهذا الاخوان داروا هذه المبادره، كنحييهم، وراه هكا باش تزيد المنطقه لقدام والجماعه تزيد لقدام، نحطوا فلوسنا نعرفوها فين مشات. وكنبغيو نشكر المنابر الاعلاميه على التغطيه ديالهم لهذه الدوره ديال ماي، وشكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.